بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هاشرح لكم أشهر الخطط اللي ممكن نستعملها في إن نهاجم الخصم اللي قدامنا بكل سهولة، وبعض الحاجات اللي هنعملها عشان نحمي الدفاعات بتاعتنا وإنه يوصل للقلعة أصلا. وبعض الحاجات برضه هنعملها عشان نزود عدد العمال في المناجم. الأول هبدأ بجيم سهل جدا اللي هو مش هختار خصوم كتير وكده. أنا ممكن الجيم اللي فات غلطت في إني اخترت مثلا 5 خصوم، الجيم ده ممكن يبقى خصم واحد بس عشان يبقى فيه وقت كفاية أشرح لكم كل حاجة ببساطة. طبعا هنفتح اللعبة، أنا منزلها من متجر ستيم. حلو. طبعا في متجر فيه ألعاب كتير زي بابجي والكلام ده كله، دي اللايبراري بتاعتي. اللعبة المتجر عموما بتنزل من الألعاب اللي أنت عايزها تبقى عندك، حابب تسطبها في أي وقت تسطبها. يعني أنا مش مسطب دلوقتي غير دول، بس أنت مثلا لو حابب تسطب بابجي، حابب تسطب أي لعبة، بتنزلها عادي وتسطبها. تمام. الميزة هي إن الألعاب بتبقى بجودة اتش دي، بتبقى بجودة عالية شوية، مميزات أكتر شوية. انا طبعا لعبه سترونج رادر او صلاح الدين انا شاريها عشان اخد فيها مميزات اكتر. تمام. ممكن نبدا اللعبه. سترونج رادر اكستريم اتش دي. نعمل اوكي. ممكن نختار بس خصم واحد. تمام. ممكن يبقى انا في مكان، مثلا هو في مكان، ممكن ابقى انا هنا وهو في اخر المكان هنا. تمام. يبقى الخريطه واسعه قدامنا. هنبدا اللعبه عادي. اسف، ممكن نعمل كوايت ميشن. يس. دي ممكن نخليها ديس ماتش اللي هو عشان يبقى يدينا فلوس بس اكتر شويه. ديس ماتش ده اللي هو ماتش موت عشان ناخد فلوس اكتر شويه، لان هو كده كده كمبيوتر متبرمج على حاجات معينه يعملها. اما طبعا مش متبرمج على حاجات معينه اعملها. في خطه اي نعم وكل حاجه هنلعبوا بيها، بس هو طبعا مجرد بيحط قطع وكده. فاحنا هنختار ديس ماتش معايا فلوس اكتر شويه، بحيث ان احنا نستعملها في ان احنا نبني ونشتري حاجات وكده. نبدا. طبعا هندخل اكزايت عشان نبطئ اللعبه شويه. عشان نبطئ اللعبة بعد ما ننتقل السايت هنضغط جيم اللي هي اوبشن ديت، وبعدين جيم بلاي اوبشن، وبعدين هي السرعة 90 هنخليها 20. تمام. بعدين نعمل ابلاي. كده اللعبة بطيئة بطيئة خالص. هنسرع اللعبة بعد ما نبني الجيش ونبني الأرض ونبني كل حاجة. طبعا هنبني البلاط الأول اللي هو المخازن بتاعت الحجارة والخشب والحاجة دي. هنبني بعد كده المتجر أساسي. بعد المتجر هنشتري خشب كتير، ممكن نشتري كمية كبيرة خشب مثلا ب2000 أو 3000. تمام. طبعا هنبني بيوت عشان نزود عدد العمال الموجودين. ممكن نبنيهم هنا. المشكلة في الخريطة دي إنها مفيهاش أراضي خضرا إن احنا نزرعها. للأسف لأ، في موجود أراضي خضرا. تمام. آه نبني بس البيوت الأول، ونقفل الأماكن اللي هو ممكن يهاجمنا منها. المكان اللي هو ممكن يهاجمنا منه هو ده، القطعة دي. طبعا هو هنا مش هيقدر يعدي أو حاجة. دول بينتجوا جنود لينا. الاتنين دول بينتجوا جنود لينا. فاحنا ممكن نبني مثلا قلعة ونحط عليها كمية أرشر كبيرة، أكبر كمية أرشر ممكن نحطها. تمام. نحط دي هنا، وبعدين نبني سلم. ممكن نحط فوق القلعة ديت طبعا، اللي هي الرسمة دي جاية من هنا. دي عشان تبقى الأسهم والهيترين والأشر تطلع فيها نار. تمام. احنا طبعا ممكن ناخد شوية جنود، نبني القاعدة جنود، نحول كل الناس بتوع دول جنود. رماة أسهم طبعا هم أفضل حاجة، أفضل حد ممكن يساعدنا في الدفاع الأول هم رماة الأسهم. هو في حاجة غلط، واضح إن السلم مش متوصل
مش متفصل. تمام كده. طلع أكتر كمية أرشر ممكن يطلعها. من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نعملها هنا مثلا، لو ضغطنا على دي بيدينا جنود اللي هم دول. حلو، احنا ممكن ناخد 20 جندي دولت ونحولهم لعمال، بحيث ان احنا نحولهم لأرشر عادي. هو مجرد ما يقفوا هنا هيتحولوا عادي لعمال، ونقدر نحولهم لأرشر. طبعا هنحط أكبر كمية ممكنة بحيث إن احنا نمنعه يوصل للقلعة خالص. في خدعة بقى هقولكوا عليها هنا بموضوع بناء المحاجر وكده، ممكن نستغلها كويس جدا هنا، ونستغل البطء بتاعه شوية في الأول إنه مش هيجيبنا دلوقتي. نبني أكبر عدد من المحاجر. طبعا الخشب قرب يخلص، بس احنا ممكن نبني برضو ده. ننتظر لحد ما احنا ممكن نحاول ندير عمال بحيث ان هم يشتغلوا في المحاجر دي بسرعة. ننتظر لحد ما المحاجر دي تميلي خالص بالعمال، وبعد كده هنبني حواليهم سور. حلو، بحيث ان مفيش اي حد، يعني بحيث ان هو كل الانتاج اللي هينتجوه بيتحول على هنا على طول، باستثناء بس المحجر، يعني ده انتاجه هيوصل على طول على البلاطة يعني في المخزن. اما المحاجر انتاجها مش هيوصل، ولا بتوفر الجاموس اللي بيحمل الحجر ده. فهوريكم دلوقتي ازاي. طبعا هو دلوقتي خلاص معظم الناس اتحولت اهمت وراحوا. وبرضو دول النسبة عندي بقت 40. لازم نبني مخازن أكل، كده مكان إنتاج العمال مبقاش طلع عمال، عشان أنا نسيت. ممكن نزود الأكل شوية ونزود الفلوس اللي هياخدوها عشان احنا نزيد على النسبة عن 40 دي. في ممكن نكسر ده بحيث إنه يفتح لدول إن هم يشتغلوا. طبعا ما ينفعش نكون قافلين على أي حاجة من الحاجات دي. أيا كان، حتى هما لو ما اشتغلوش احنا كده كده هنقفل عليهم بالحجارة. هم خلاص بدأوا يشتغلوا اهمت. هنرجع الأكل قليل خالص بحيث إن احنا منفقدش أكل كتير دلوقتي. شوف الإنتاج هنا. طبعا هو بدأ يهاجم دلوقتي خلاص اهوت.
الارشر طبعا حاميني كتير من موضوع ان هو يهاجمني في اي وقت. فاول حاجه تعملها انك تبني قلعه تحط عليها ارشر، بحيث انك تمنع اي هجوم في الاول. تبني القلعه بتاعتك براحتك، تبني المباني بتاعتك براحتك. تمام. دلوقتي خلاص بتهيألي كل العمال راحوا، فانا ممكن اعمل ايه؟ نخلي الارض مستويه كده، بحيث ان احنا نبني حاجه تسد الجزء ده. اوبس، السهم راح فين؟ ممكن نبني لحد هنا، بعدين نبنيها كده. تمام. نقفل عليهم خالص. تمام كده قفلنا عليهم خالص. مجرد ما نبني جاموس مثلا هنا، هنلاحظ اللي هيحصل دلوقتي. يعني مثلا حطينا هنا اللي هو الجاموس، مفيش خشب للأسف عندنا. نشتري خشب بكل الفلوس اللي معانا. هنلاحظ دلوقتي ان الجاموس بيتحمل اوريدي بالحجارة اهوت. اه خلاص بيتحمل اوريدي بالحجارة اهوت. فده بيساعدنا ان احنا نعمل اي محاجر في اي مكان. تمام. هو الجاموس بدأ يتحرك اهو، فممكن نعمل محاجر في اي مكان ونحط الجاموس جنب ده بيوفر وقت كتير، يعني ده بيوفر علينا وقت كتير في اللعب. تمام. كده الجاموس مش هياخد وقت في انه يروح لحد المحجر ويرجع وكده. اللي هي اوريدي الجاموس كله بيتحمل بالحجارة على طول. ممكن ناخد فلوس بحيث ان احنا ننتج ارشر. دلوقتي خلاص احنا اوريدي ممكن نسرع لعبة بتهيألي، يعني الموضوع دي او الموضوع الاولاني ان ممكن نقفل على المحاجر بحيث ان احنا نملى دول يتعبوا بسرعة. في خدعة تانية ممكن اقول لكم عليها، اللي هي بس احنا الاول محتاجين نبني شوية احصنة مثلا، بحيث ان احنا نحمي الحاجة بتاعتنا، نحمي المزرعة بتاعتنا. بالنسبة لموضوع زيادة إنتاج المزرعة، يعني ممكن نعمل مزرعة واحدة يبقى كأننا بانيين مثلا 5 مزارع أو 10 مزارع، بس هي واحدة بس كفاية. تمام. إن إحنا نزود عدد العمال اللي شغالين في المزرعة ونزود إنتاجها. طبعا ملاحظين الجاموس كله بيتحمل وبيروح على طول، فده كله بيوفر وقت. إحنا ممكن نسرع اللعبة دلوقتي بحيث إن إحنا نلعبها بشكل أسهل. ممكن نوطي صوت شوية. أوبشن ساوند أوبشن. تمام. لاحظ المحجر أصلا بيبني بسرعة، اللي هو الإنتاج زاد بشكل كبير. هنضطر نبني بلوك كتير. نبني عدد كبير، نجيب عدد كبير من الأحصنة ونحطه مثلا هنا، بحيث إن احنا نعمل مزرعة. ممكن نعمل مزرعة زي دي مثلا هنا، هنا، واحدة هنا، وواحدة هنا. تمام. ممكن 4 مزارع مثلا. ممكن ناخد فلوس مثلا. ايه ده، هو تقريبا اخترق. ما علينا، المهم نركز في المهم. احنا ممكن ناخد دول كده بحيث ان احنا نهاجم، ونزود أرشر على قد ما نقدر.
شوف اللي هنا. خلاص هو اوريدي ماتوا تقريبا اللي هنا. هو هنا بدأ يهاجم الإيداع بتاعتي عشان عايز يدمرهم. احنا برضو ممكن نبني قلعة تانية هنا بحيث إنها تحمي القلاع بتاعتي وتحميني من الهجوم بتاعه. احنا طبعا عرفنا الخط الموضوع الأولاني. هنا بقى نزود على الإنتاج هنا ازاي. هنضغط على دي كده، نقف عليها ونضغط عليها، وبعدين نتقى نضغط حرف البي ونروح المفاتيح. تلاقي هنا كاتب لنا جيم بوزد، اللعبة توقفت. هنا هنضغط على دي ضغطة، هنوقف العمل فيها في المزارع كده، العمل وقف خلاص. ونضغط عليها تاني بحيث إن احنا نشغل العمل، وبعدين نشغل اللعبة من حرف البي. هنكرر الموضوع تاني، نكرر الموضوع تالت، نعمل وقف تاني وبعدين نضغط مرتين كده، بقى شغال فيها 5 عمال. ممكن نزود عدد الأرشر اللي فوق. نحط أكبر كمية هنا. مم. طبعا ممكن نستعمل ديت في إننا نكسر إنتاج الجنود عنده. يعني مثلا حاجة زي دي تتكسر على مرتين، كسرت على مرة كويس، اللي هي بتنتج الأحصنة، لأن هي أقوى جنود عنده، بياخد وقت كبير على الموت. مم. طبعا عدد الأرشر عندنا بقى كويس مش وحش، بس هو مشكلة في الأحصنة عنده قوية. بس عادي هو كده كده خلاص مش هيخش تاني، مفيش إنتاج أحصنة تاني عنده. طبعا عندنا الأكل خلص، هنضطر نشتري أكل ونبني بيوت بدل اللي هو خسرها. مفيش فلوس، مفيش نقود. احنا ممكن طبعا نبيع الحجارة دي مفيش مشكلة، بس أنا عشان عايز أكبر عدد البلاط، أكبر البلاط أكتر حاجة. نبني نخليها مساحتها كبيرة عشان مش كل شوية صغيرين نبيع كل فترة طويلة. تمام. ممكن نبني هنا برضو، هنا ممكن نستعمل حاجة زي دي برضو. هو عنده واحدة بس بتنتج جنود، واحدة بفلوسه، فمش مهم نكسر له تانية، ممكن نسيبه. ممكن نكسر له دي. الأرشر ممكن ناخدهم. ممكن ناخد كل الجنود دي نحطهم هنا مثلا.
خليهم اجريسيف. فاضل اخر بلاط عايزين نبنيها. لازم يكون مكانها فاضي. بس كده خلص. تمام. طبعا المساحة دي انت بتحكي فيها براحتك، بس انا عشان مش عايز كل شوية صغيرين ابيع. هو طبعا كسر لي حاجات كتير عندي، منها طبعا المتجر، وكسر لي بيوت كتير، فانا عايز ابني بيوت بدل اللي هو كسرها. طبعا انا بعت المتجر دلوقتي، بعت الحاجات كتير المتجر. ممكن ناخد الجنود دي، ممكن نبني ده. طبعا هنحتاج نبني بيوت بدل اللي هو كسرها من هنا. بدأ يهاجم تاني. ممكن نوقف دول هنا كده. عشان يبقى حماية شوية. وكسر لي برضو القميص، أو ممكن يكون حرقهم مش واخد بالي. عايزين خشب. المهم احنا خلاص يعتبر خلاص بقينا قريتنا، فممكن نهاجم بقى دلوقتي. احنا عايزين نهاجمه بحيث ان احنا نكسره يعني، او ندمر كل القلعة بتاعته، فينتج عدد كبير من الجنود. وافضل الجنود بعتمدها او بحبها في الاوقات اللي زي دي الاحصنة اللي هي بترمي اسهم، لانها بتقدر ترمي اسهم وهي ماشية، فما فيش حد يعرف يستهدفها. فاحنا ممكن نبني ونعمل اكبر عدد منها. وبرضه هنستغل الموضوع ده ان احنا ناخد الاشهر، ناخد دول الجنود دي ونحولهم لعمال. الجنود اي جندي يعني انت مش محتاج احوله لعامل، يعني مثلا دولت ممكن نحولهم لعمال. بحيث ان انت تراكنهم. طبعا ده بيعتمد لازم يكون معاك فلوس، ما ينفعش تعمل الحركه دي وانت مش معاك فلوس، لان لو مش معاك فلوس انك تعملها هتبقى حملت خزنة الأكل اللي زيادة عن الطاقة بتاعتها، اللي هو زيادة عن الإنتاج بتاعها، وده مش هيساعدك في اللعبة، ده هيضرك. تمام. بعد كده نشتري أكل طبعا عشان النسبة عندي بدأت تقل. ممكن نشتري كمية كبيرة. محتاج الفلوس الفترة الجاية كتير. ممكن ناخد دول بقى نبدأ نهاجم بيهم. 150 جندي نحطهم مثلا هنا أو هنا في الجزء ده. نهاجم المكان اللي مفيهوش حاجة. احنا ممكن كمان نستغلهم في إننا نحطهم في الجزء الأخير في اللعبة، بحيث إن احنا نوقف له الإنتاج بتاعه. ممكن نشوف من الحتة دي، يكون المكان ده هو معاه فلوس قد إيه. هو معاه 18 عملة، مش رقم يعني، مش رقم كبير، ما يقدرش يهاجم أصلا دلوقتي. هو بيهاجم بس من الجهود اللي بتطلع هنا من المكان ده. عنده جنود هنا واقفة.
طبعا هنوقف له الإنتاج الحاجات بتاعته شوية صغيرين بس لحد ما هو يجيب جنود يموت الجنود بتوعي. ما ننساش المساعدات دي لأنها هتساعدنا كتير في اللعبة. تمام. طبعا هو بدأ يرمي حجارة، دي زي ما هتضر الجنود بتوعي هتضره هو كمان. الإنتاج عندي بتاع الجنود بدأ يزيد، أنا مبستعملهمش طبعا ومش هستعملهم دلوقتي. هو اوريدي تحت الهجوم فمش هيعمل حاجة دلوقتي الفترة دي. فأنا ممكن أستغل كل الجنود اللي ملهاش لازمة دي. 700 كتير شوية، 700 إن أنا مش معايا فلوس ليهم. إن أنا أعمل 700 جندي محتاج فلوس كتير، ممكن أعدي ل25,000. فأنا محتاج من 20 ل25,000 عشان أعمل الجنود دي. ماشي، نبدأ. طبعا النسبة عندي بقت 93، 92. طبعا النسبة دلوقتي 91 عشان العدد كبير. عدد كبير ومفيش أكل يكفي كل ده. 87 احتمال أبقى صفر دلوقتي. بس عموما عادي عشان نعمل أكبر عدد نقدر نعمله. طبعا الفلوس اللي معايا قربت تخلص، بقت 6000 دلوقتي. ممكن ناخد دول يساعدوا شوية. فين؟ 500. مم. ده 3000 اللي معايا، وباقي 500 واحد عايزين يتحولوا. خلصت الفلوس، كنت عارف. المهم احنا هنكمل عادي، ونكمل نعمل جهود بعد كده بنشتري الأكل الضاع ده. بقينا 49. مم. مش عارف والله نعملهم ايه. احنا ممكن نعملهم لو 5 ده، نرجعهم تاني. بقيت 5%. حلو، هبقى صفر دلوقتي. انا مبسوط من نفسي اوي، انا منبهر من نفسي. بس بعد العدد الجبار ده المفروض ان خلاص هو كده هنقضي عليه. ممكن نودي دول نهاجم بيهم. دول ارشر نخليهم هنا. الجنود دول بقى ملهمش لازمة. ده العدد الفاضي بقى، العدد اللي ملوش اي 60 لازمة، مش مفيد في اي حاجة. ممكن نولع له في اي حاجة بقى كده، نولع له ده مثلا. نحط دول عليهم اجريسيف يكسروا اي حاجة. نبدأ نهاجم. انا عنده جنود طلع هنا من فوق كتر عشان تهاجمني. هو لا يبالي عموما، ما عندوش اي اهتمام بالمسؤولية. هو رايح يهاجم عادي سايب الارض بتاعته. فين الجنود اللي المفروض يولعوا عنده؟ شكلهم موصلوش ولا ايه؟ موصلوش. ماشي.
ممكن نحط أكبر عدد من الأرشر زي ما احنا عارفين. طلعنا كل الأرشر فوق، مش عارف هنحط أرشر فين تاني، مبقاش في مكان. يعني حوالي فوق تقريبا فوق ال400 لحد دلوقتي. خلاص كده مستحيل يخش الآن عندي، من رابع المستحيلات. نبني بقى، ناخد بقية الجنود اللي عايزين نعملهم. بقى 300. بياخد الحجارة، ناخد الفلوس. حلو، 10,000 نعملهم أي حاجة. كده بقينا قربنا على 300، يبقى بقى فاضل 300 بس، 300 فقط. باقي 4000 فلوس، وباقي مثلا 2000 فلوس، 1000. خلص الفلوس، وباقي 240 عامل، 239. نبيع كل حاجة. طبعا ممكن نبيع كل حاجة، حتى الحجارة بكل حاجة. حجارة، ده برضه أي حاجة ملهاش لازمة. خمر، خمر والعياذ بالله. قمح، 4000 كويسين، مع 1000 من هنا بقينا 6000. عايزين نخلص العمال دي. والمشكلة إن الخطأ ده لو عملته يبقى حمل جامد على أنت هتعيش صفر، والصفر ده هينزلك جامد في عدد العمال. ممكن يموت عمال من هنا، هنضطر نوقف دولت، وبعدين نفتح مكان يخش منه عمال، وبعدين نقفله تاني، فهيبقى موضوع كبير. احنا مبدئيا 500 واحد، دول 500 جندي ممكن نهاجم بيهم وخلاص بقى، نهاجم بيهم ونخلص الموضوع. ليهم شكل تاني برضه هم بيهاجموا. 500 برضه رقم. حتى لما يكون عدد كبير بيكون التأثير بالهجوم العدو أو بالضربات قليل. يعني مثلا 500 وصل منهم 480، اللي هو برضه وصل منهم كتير. يعني تقريبا شبه حصرته. عدد جنوده بيزيد طبعا عشان دي بتنتج جنود. ممكن نبيع كل حجرة تاني. عشان نخلص باقي الجنود اللي المفروض نعملهم. باقي 114. كويس، كان عدد سهل شوية، وكده المفروض نسبتي هتبدأ تزيد بقى لما اخلص لما اوصل تحت ال24، تحت ال24 جندي عامل قصدي. كده بقينا 30، 28، 28. حلو، كده خلاص نبدأ نجيب أكل بقى عشان نرفع النسبة تاني.
جبنا فراخ، هو جاب فراخ، وهنجيب لهم برضو جبنة عشان فطار لازم يفطروا جبنة، الجروب بتاعنا لازم نروق عليهم. ناخد شوية فلوس كمان منحة، ونجيب لهم كمان شوية جبنة جب. خلص الفلوس نبيع أي حاجة ونجيب لهم كمان أكل، كمان شوية أكل. النسبة بدأت تزيد، بقينا 13. لأ ولسه لما نجيب لهم نوع أكل كمان النسبة هتزيد أكتر. تفاح كده كده بننتجه، العيش بقى نجيب لهم عيش. خبز. خلص الفلوس كمان منحة، عبي الدنيا خبز. بالنسبة للتفاح، احنا بص بقى، مبدئيا إنتاج التفاح عندنا لازم يزيد. عندنا مزرعتين. بص، أقف اللعبة، أقف اللعبة. كده عدد العمال في المزرعتين زاد، وهنا الجيش بتاعنا كبر جدا. خليهم كلهم أجريسيف. ممكن ياخد الجون اللي هو بيطلع النهاردة. اللعبة وقفت. ده خطأ لازم أبلغ عنه. دي مشكلة المفروض متحصلش في نسخة مدفوعة، تمام. بس عموما احنا ممكن نكمل على على حاجة زي ده مثلا، أو ده. ممكن نشوف ده. اه ممكن حاجة زي ده، كنت أنا حارب 5 جيوش فيه. مم. ممكن هنوقف لهم أماكن إنتاج الأحصنة، عشان دي هي أكتر حاجة قوية عندهم، تمام. فممكن نشوف أي مكان بينتج أحسن عندهم زي ده مثلا. مش بيموت، مش بيكسر من أول مرة، قليلة بيكسر من أول مرة. طبعا هي العمال شغالين عدد كبير جدا فباينين أكتر، تمام. ممكن انتوا ملاحظين ده، فمش محتاج إن أنا أبني حاجة جنبه. دول ملهمش لازمة.
أنا كنت عاوز أبني دول، آخد دول عشان نبني الآلات اللي هي بتضرب أسهم نار. طبعا وهنا عامل المشكلة كلها الأحصنة. ممكن نشوف أي مكان بيبني أحصنة في اللعبة. ممكن نكسر اللي احنا بدأنا تكسيره أصلا. كان أي فين في مكانه. أحصنة مكانهم هنا. ها هو. بيخف الضغط شوية. طبعا الرومات اللي هي المكن الأسهم ده حلو في إن هو مش يعني مثلا في الأرشر السهم منه الأربع أسهم بيموتوا حصان أو الخمس أسهم بيموتوا حصان، هو هنا سهم واحد بالنسبة للآلات دي. فعشان كده عملت آلات كتير عشان موضوع الأحصنة، عشان صعب شوية إن احنا نموت حصان. الأرشر ده بيسهلها شوية. فين؟ ممكن ده برضه بينتج أحصنة، بس احنا ممكن نخلينا في واحد اوريدي شغال إنتاج. ممكن ده برضه. هنا الميزة في إنتاج الأكل إن احنا ممكن نبيع منه أي كمية. تمام. طبعا برضه هناخد الحجارة عشان يكسر. عايزين نوقف له أماكن إنتاج الجنوب بتوعه. كده وقفنا مكان. هو هنا كسر لي مزرعة، مش مهم مش هعمل مزرعة. عندي عائل عمال في المزرعة أصلا كتير جدا، فمش محتاج إن أنا أعمل مزرعة مكانها. عايزين مكان إنتاج أحصنة، مكان إنتاج جنود يكون شغال. تمام احنا ممكن أقرب اتنين لينا دولت ندمرهم بحيث إنهم ميضايقوناش. طبعا هي الغلطة في الجيم ده إن أنا حاربت 5 جيوش.
فاهم؟ غير ان موقعي مش استراتيجي خالص، هو حاميني اي نعم من الهجمات، بس مش قادر اهاجم اي حد، انا تقريبا محاصر. فان انا اخرج من الحصار ده هيبقى صعب شويه وصعب قوي. احنا طبعا لازم نختار اضعف واحد فيهم عشان نهاجمه. فممكن نضغط هنا اضعف واحد، اللي هو برتقالي واللون، المفروض ان هو هنا اصفر، ده اقوى، ده اضعف واحد، ده اللي عايزين نهاجمه بقى. ممكن نجيب الجنود دي كلها نحطها هنا، وإن الهجمة ممكن نكسر له أي حاجة بحيث إن هو إيه. ممكن نكسر له دول، ممكن أي عدد جنود هنا أو نعمل أي عدد تاني نبعته على ما دول يوصلوا، تانيين يروحوا يوصلوا معاهم. نحطهم برضو هنا. بشكل كبير ده خلاص يعني إنتاجه وقف وكل حاجة عنده وقفت، فممكن نبعت له أي جنود يموتوه خلاص. وأفضل نوع بحب أستعمله في الحاجات اللي زي ديت هو ده، يعني بتطلع جدران عادي. غير إن هو قوي، ما يعتبرش جندي ضعيف، هو قوي. ممكن نشوف الخصم اللي هنهاجمه بعده بحيث إن احنا نكسر له أي حاجة. السلطان اللي هو ده، ممكن نكسر له المدخل بتاعه. دلوقتي ده بعت له جنود يساعدوه، في حد بعت له جنود يساعدوه. نبدأ نكسر لهم الجدران بتاعتهم بقى. نهاجم كل، شوف الجنود هنا وصلوا كده، خلاص مات. ممكن نوقف الإنتاج هنا ونكسر دول اللي عمالين يهاجمونا. الأصفر بحسه هو أقواهم. مم.
فممكن نكسر له أي حاجة برضه. هنضطر نبيع أكل، نبيع شوية خشب ونبيع الأكل ده. بقينا نبيع أكل، كده كده الإنتاج عندنا كويس شغال، وهنعمل شوية جنود كويسين برضه نبعتهم إن احنا نحس إن احنا نخلص الخريطة دي بسرعة، فاهم؟ وزي ما قلت لكم هو الجندي ده كويس جدا، الجنود التانية قوية، هو كل واحد بيختار الجنود الأقوى بالنسبة له، بس اللي هو الحصان ده قوي جدا وبيسهل كتير. ممكن ده مهاجمناهوش قبل كده، نهاجمه. واحنا هنعمل عليه دور، اه سلطان. نعمل بقى جنود من ده عشان نهاجم سلطان. الميزة في الجون ده إن هو بيتسلق القلعة عادي. اه، هو ممكن ما يوصلوش هنا، هيقابلوا دول، هيقابلوا القرش، هيقابلوا دول في النص. لا، وصلوا. كده هيطلعوا يهاجموا سلطان بقى. مات سلطان. نبعت دول كده هنا، هو كده كده مش هيوصلوا، مش هيعملوا حاجة، بس احتياطي. ممكن يموتوه وممكن ما يوصلوش. كده يموتوه، كده موتنا 3. الرابع. كده بقينا 2 المفروض. ممكن نديهم جرعة استشفاء كده سريعة. ناخد دول برضو يمكن يعملوا حاجة. اجريسيف طبعا. مات الخامس، باقي واحد. باقي واحد اللي هو ده. ده مش هينفع يموت موت عادية، ده لازم نعذبه شوية، عشان ده أكتر واحد كان مقدرني في اللعبة. ده ممكن نولع له في القلعة بتاعته. ممكن ده أقوى شوية، بيولع برضه بس أقوى. ناخد أكبر كمية منه.
احنا طبعا مش هنستعمل ده كله في الهجوم، بس احنا هنوقفهم هناك ونهاجم بواحد واحد. ممكن نستعمل مساعدات، طبعا المساعدات دي مهمة جدا، كسر له أي حاجة برضه. طبعا واحنا كنا بنموت الأرشر عشان بس ما يموتوش دول هم قاعدين. ممكن ناخد مثلا 3 منهم، ده هنكسر بيه دول. مم. فهمتوا. نولع في المدينة بتاعته كلها، وبعد دول بقى حالة يطفوا بيها. بس كده بنولع له في كل حاجة. شوف هو معاه فلوس قد ايه بقى. اه معاه رقم، هو كان أكتر واحد مضايقني في اللعبة، معاه 40,000. احنا عايزين يكون معاه دلوقتي صفر، نحوله لصفر الأول بعد كده نموته، نموت بذل بقى، هنموته بذل. ممكن نسيبه دقيقتين تلاتة كده وبعدين نموته. طبعا ممكن نعمل أي نوع جنود تانية نوديها عنده هناك برضه. ممكن نعمل حصانة. الحصانة هنبني ديت كده الأول، دي القلعة بتاعت الحصانة. لازم يكون عندنا إيه، حجارة وخشب. نشتري شوية حجارة، نجيب بيها شوية خشب، كده باينة. لازم يكون عندنا اللي هو بتاع الحصانة، الاسطبل الحصانة بنجيبه من هنا. كل واحد بيديك 4 أحصنة إنك تعمل بيهم اللي أنت عايزه. كده كده مفيش حد في الخريطة غير أنا دلوقتي، أنا وهو، أنا فاضيله خشب. خشب خلص عشان بعته. أخطاء بجملة، الواحد بيغلط أخطاء بجملة في اللعبة دي. طبعا أنا بغلط عشان مش عشان كده، أنا بغلط عشان أعرفكم إن دي أخطاء ما ينفعش تقعوا فيها. تمام. طبعا لازم يكون عندنا سيوف، اللي هو مخازن أسلحة. عشان نبني الجنود دي هنبيع كتير. طبعا لازم نجيب خشب كتير، لأن هنحتاج أسلحة ونحتاج نحتاج أسهم وأسلحة وحاجات كتير هنشتريها لسه. فاحنا هنبني مثلا 4 مخازن، 1 2
3 4 ممكن 5 احتياطي. هنحتاج بقى إيه عشان نبني الأحصنة كده كده معانا 84 حصان. هنحتاج درع وسيف، دروع وأسيوف أهو. درع هنحتاج 84 درع، 84 درع و84 سيف. مش هتخسر. خلاص بنينا كده أحصنة كتير اهوت. ممكن زي ما قلت لكم دول أسهل طريقة، نروح محولين دول كده اهوت عشان يدونا عدد ايه بشر كتير نحولهم. مش هيتحول ليه؟ فلوس، محتاجين فلوس برضو. كده معانا 86 حصان. طبعا الأحصنة اللي بتديها لنا والأحصنة اللي هعملها 84، والأحصنة اللي أصلا كانت مديانا اوريدي عدد، ودول كمان اللعبة مديهم لنا. ايه ده؟ ممكن نوقف دول بحيث إنهم ما يرموش أسهم تاني، ونبعدهم مش هنظهر، نبعدهم حاجة بسيطة كده بحيث إنهم ما يرموش أسهم تاني. احنا عايزين نشوف معاه فلوس قد ايه. هو معاه 29,000 دلوقتي، فلوسه بتقل. احنا ممكن نموته وخلاص، احنا مش هيستفاد حاجة من ذله أكتر من كده. هو كده خلاص اوريدي بقى مذلول. ممكن نخلي دول نكسر له كل المزارع بتاعته الأول. هو كده خلاص مش هعمل حاجة تانية. معاه لسه 29,000. أنا عادي ممكن أموت دلوقتي وأخلص منه بقى. خلاص يبقى كده الجيم ده جيم لذيذ. ممكن الجنود دي تطلع عادي هنا، تبقى أجريسيف عشان يموتوه بسرعة بقى ونخلص منه. أهم حاجة يكونوا عرفتوا التلات حاجات اللي احنا بنعملهم، ازاي نزود عدد العمال في المزرعة، آه، ازاي نحول الجنود لعمال عشان نستغلهم ان احنا ننشئ جنود اقوى منهم، ان احنا نعمل قلعة
مهمة جدا، وهنحط عليها كمية كبيرة من الأرشر، ده هيفيدنا بشكل كويس. بس دول أهم 3 حاجات في اللعبة. كده تمام، خلاص خلصنا عليه، كده خلاص خلصنا الخريطة. على فكرة اللعبة ممتعة جدا، اللعبة بتكون مثلا عاملها بجودة HD أو كده، فيها شوية مميزات. أنا شايف إن مثلا خريطة زي ديت متحدثة كتير عن الخريطة اللي فاتت أو في النسخة التجريبية. تمام. بس هي جميلة جدا، أتمنى تجربوها، سواء النسخة اللي هي الإكستريم HD أو ال HD العادية. يعني في اللي هي ال HD العادية، وفي الإكستريم HD. الاتنين كويسين جدا. دي أي نعم حجم أصغر شوية، بتحس إن الشاشة بعيدة شوية، ممكن تعملها زوم من جوه. آه، دي طبعا جودة أعلى وكده وكل حاجة. بس دي فيها خرائط ودي فيها خرائط مختلفة. التطبيق عموما اللي هو ستيم ده جميل جدا، وبصراحة عاجبني. يعني أنا بلعب عليه ألعاب كتير، وهو مريحني في موضوع الألعاب ده. ومش ألعاب جودتها كويسة جدا كمان. يعني موضوع إن أنا مش شرط أحط الألعاب عندي على الكمبيوتر، الألعاب عندي موجودة هنا، وقت ما أحب أسطبها في أي وقت. مش حابب أسطبها، فهي موجودة عندي وخلاص، والألعاب دي موجودة عندي، هحطها على أي جهاز أنا عايزه. بس كده. أتمنى يكون الموضوع بسيط، وأتمنى يكون انتوا انبسطتوا معايا. أنا عموما بحب ألعب اللعبة دي جدا، وانبسط جدا وأنا بلعبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.